النهارده هنتكلم عن مشهد من فيلم ساعة ونص. المشهد ده ضم 3 جرايم، وأبطاله هما الفنان أحمد بدير في دور مسعود الغفير، والفنانة سمية الخشاب في دور الزوجة صفية، والفنان محمد إمام في دور صبري. يلا بينا نشوف رأي القانون. وحشين يا ولاد الكلب. ابعد عني. مسعود عملت فيها ما كانش قصدي اقتله. السلام عليكم، أنا علي بدر المحامي، وده برنامج قانون في السينما. فكرة البرنامج إننا بنعرض لجريمة أو قضية أو موقف قانوني اتعرض في فيلم أو مسلسل عربي، وبنشوف الرأي القانوني والتطبيق القانوني السليم ليها لو حدثت فعلا في أرض الواقع. في المشهد ده بيتفاجأ مسعود الغفير بأن زوجته صفية وصبري في حالة زنا، وبيحاول إن هو يقتلهم هما الاتنين، إلا إنه ما بيتمكنش من قتلهم. وبيتمكن محمد الإمام اللي هو في دور صبري من الهرب، لكن مسعود الغفير مش بيسيبه وبيجري وراه وبيحاول إن هو يقتله. فبيضطر هنا صبري إن هو يدافع عن نفسه، وفي الآخر بينتهي المشهد بأن صبري بيقتل مسعود الغفير. هنا المشهد ده تضمن اكتر من جريمه. نيجي واحده واحده كده. اول جريمه هي ايه؟ اول جريمه هي ان هو تفاجأ مسعود الغفير بجريمه الزنا، اللي هي زنا زوجته مع صبري. ودي جريمه زنا الزوجه، واللي حكمتها المواد من 274 ل 276 من قانون العقوبات. وفي الحقيقه ان جريمه زنا الزوجه عقوبتها بتصل للحبس لمدة 2 سنين. والجريمة دي من جرائم الشكوى، يعني الوحيد اللي يقدر ان هو يشتكي هو الزوج اللي هو الغفير. مفيش حد غيره يقدر يشتكي. النيابة العامة ما تقدرش تحرك الدعوة الجنائية على الزوجة او شريكها الا في حالة شكوى الزوج. هنا تحريك الدعوة الجنائية متوقف، او الإدانة في جريمة الزنا متوقف بالنسبة للزوجة ولشريكها، متوقف على طلب الزوج. إذا طلب فالنيابة هتوجه تهمة الزنا، ما طلبش يبقى كده مفيش إدانة بأي جريمة. وفي الحقيقة إن هنا الزوج من حقه إن هو يتنازل حتى عن القضية، حتى بعد الشكوى، حتى بعد صدور حكم نهائي من حقه إن هو يتنازل عن الحكم. وده بالنسبة للزوج وللزوجة، وهما الاتنين وضع واحد، هما الاتنين في كفة واحدة شروة واحدة. يعني لو هيتنازل لزوجته هيتنازل كمان لشريكها. لكن بقى اللي دار في المشهد ان الغفير هنا ما قدرش يمسك نفسه، حاول ان هو يقتل زوجته، ويقتل كمان زوجته صفية، ويقتل كمان صبري. وهنا في الحقيقة لو تمكن من قتلهم، هنا دي جريمة قتل عمد. لكن القانون هنا أفرض لها عقوبة أو مادة أخرى غير مواد القتل. في مواد القتل العادية أو في جرائم القتل العادية بتكون العقوبة إما الأشغال الشقة أو المؤبد، أو بتوصل كمان للإعدام. لكن هنا في الحقيقة إن قانون العقوبات أفرض المادة 237 على قتل الزوج لزوجته في حالة إن هو تفاجأ بيها في وضع زنا. فلو قتلها هنا هيحاكم عن جريمة القتل، لكن بموجب المادة 237 اللي أفردت خصوصية لهذا الموقف. وهنا عقوبته هتكون الحبس. والقانون هنا لما بيقول الحبس يبقى الحبس في حديه الأدنى والأقصى، والحبس هنا من يوم لحد 3 سنين على حسب ما بتقتنع المحكمة وظروف الدعوة، على حسب اعتقاد المحكمة. فهنا الحكم بيوصل ل3 سنين، لكن لازم يكون في حبس. المادة هنا المادة 237 ما ألغتش عقوبة القتل، لكنها خففت العقوبة من الأشغال الشقة أو المؤبد أو الإعدام للحبس الذي لا يزيد عن 3 سنوات. تالت جريمة هنتكلم عنها بقى هنا جريمة القتل، اللي فعلا صبري قتل مسعود الغفير. لما صبري لقى ان هو معرض للقتل، حاول ان هو يهرب، لكن مسعود الغفير ما جرى وراه وما رضاش ان هو يسيبه، وحاول ان هو يقتله. فهنا صبري كان الحل الوحيد ان هو يقتله عشان يحافظ على حياته. دي جريمة قتل، لكن فيها حالة دفاع شرعي عن النفس. حالة الدفاع الشرعي بتكون عن النفس او عن المال. فهنا بنتكلم عن حالة دفاع شرعي عن النفس.
الكلام ده بيحكمه المواد من 245 ل 247 من قانون العقوبات. وهنا بنقول إن لا عقوبة مطلقًا عن الدفاع الشرعي عن النفس، لكن بشروط، وأهم هذه الشروط إن هو ما يكونش في حد من رجال السلطة العامة زي مثلًا البوليس، ضابط بوليس مثلًا أو قوة من البوليس تكون قريبة إن أنا أقدر أحتمي بيها. أنا ما فيش حاجة تقدر تحميني غير إن أنا أدافع عن نفسي. هو بيقتلني فأنا ما قدرتش إن أنا أدافع عن نفسي إلا أنا أقتله، وهنا ما فيش عقوبة. فهنا كده تعليقنا على الموقف كله. أولًا بالنسبة لجريمة بالنسبة للزوجة صفية، هي مُدانة بإيه؟ هي كده في المشهد اللي إحنا شُفناه ده، هي الزوجة هنا مش مُدانة بأي حاجة. هي كان ممكن تكون مُدانة في جريمة زنا الزوجة، لكن الجريمة دي بتتوقف على طلب الزوج، والزوج هنا اتقتل، فما فيش حد يقدر يحرّك الدعوى الجنائية ضد الزوجة. طيب بالنسبة لصبري هنا مُدان بإيه؟ صبري هنا برضه كان المفروض إن هو يكون مُدان بجريمة زنا الزوجة، وبرضه اللي هي صفية، لكن اللي من حقّه إن هو يحرّك الدعوى الجنائية مات، فهنا النيابة مش ممكن تحرّك الدعوى الجنائية ضده في جريمة الزنا. طيب بنتكلم بقى عن جريمة القتل، إن صبري هنا قتل مسعود الغفير. في الحقيقة إن هو هنا كان بيدافع عن نَفْسه وقتله دفاعًا عن النفس، وبيستفيد هنا من مواد الدفاع الشرعي اللي هي المواد من 245 ل247 من قانون العقوبات، وهنا لا عقوبة عليه. فهنا إذًا لو اتحاكم عن جريمة القتل فهياخد براءة. إذًا هنا في الموقف كله ما فيش حد هيتحاسب، لإن جريمة الزنا اللي من حقه إن هو يحرّك الدعوى أو يقدّم الشكوى لتقديم لتحريك الدعوى اتقتل. وكمان جريمة القتل كانت في حالة دفاع شرعي عن النفس. سلام.